الصور اللي انت شايفها قدامك دي مش مجرد صور لأشخاص كده وخلاص. ورا كل واحد من دول حكاية أغرب من الخيال، علشان في الآخر يتجمعوا مع بعض ويعملوا حاجة مش ممكن حد يتخيلها. فيهم الجبان اللي اشتنوا سايقه، اللي ما بيعرفش ياخد قرار لوحده، وفيهم البنت اللي جواها حقد وغل الدنيا كلها، وفيهم اللي ما عندوش قلب ولا رحمة، وزي ما بيقولوا كده يقتل القتيل ويمشي بجنازته. يقتل ويمشي بجنازته. هو ده اللي اغتصب لي. الجملة دي قالتها بنت، ومن بعدها قلبت حياة شباب كتير قوي، منهم اللي اتقتل ومنهم اللي عمره ضاع. القصة دي حصلت في 2012 في انجلترا، وتحديدا في رومفورد. المنطقة دي المعروف عنها ان فيها نسبة فقر كبيرة، فيها فوضى، فيها نسبة جريمة. بس بالرغم من كل ده برضه كانت أول مرة تحصل فيها جريمة بالشكل ده. الحكاية كلها بدأت لما رجال الأمن تلقت بلاغ من بنت. البنت كانت بتقول في البلاغ إنها عايزة تبلغ عن مكان جثة تم دفنها، وإن القاتل رايح نفس المكان تاني النهاردة علشان يقطع صوابع الجثة ويخلع أسنانها علشان الطب الشرعي ما يتعرفش عليها. المهم الشرطة وصلت للمكان، وفعلا اتضح إن كلام البنت دي صحيح، ولقوا الجثة. ومفيش شوية ولقوا شابين وبنت جايين عليهم، قبضوا عليهم على الفور وطلعوا بيهم على اسم الشرطة. المنظر اللي لقوا بيه الجثة كان بشع بمعنى الكلمة، حرفيا الجمجمة بتاعت الجثة كانت متحطمة. خليني أقول لك إيه اللي حصل. شاب اسمه لوك هاورد كان عنده 18 سنة. لوك كان عايش مع أهله في نفس المدينة، وحياته كانت تقريبا كده عادية زي معظم الشباب، بس مش بالظبط قوي، لأن كان عنده بعض المشاكل. منهم مثلا إنه كان ضعيف شوية، يعني جسمه ما كانش بيتحمل أي حاجة، وده كان مسبب له إحراج كبير وسط زمايله. المهم مرت الأيام ولوك كبر وساب بيت أهله وراح عاش مع واحدة صاحبته اسمها هانا بيك. الاتنين كانوا بيحبوا بعض وعايشين في حياة طبيعية وكل شيء تمام لحد هنا، وكل حاجة زي الفل. وتمر الأيام وهنا تخلف من لوك ولد. وخلي بالك كل ده ولوك عنده 18 سنة. وتعالى نقدم بقى بالزمن شوية ونيجي لليوم اللي حصلت فيه كل حاجة، وتحديدا كان يوم الحد 27 مايو سنة 2012. في اليوم ده لوك اتخانق مع هانا وساب لها البيت. وفي الفترة دي أصلا كان في بينهم مشاكل كبيرة، وده طبيعي جدا لأن الاتنين كانوا صغيرين ومش مستعدين إن هما يتحملوا مسؤولية أطفال. لوك وقتها أصلا كان لسه بيدرس. المهم لوك في اليوم ده كلم مجلس البلدة علشان يشوفوا له مكان يقعد فيه، مش يقعد في الشارع يعني. واحنا بنقول إن المنطقة دي فيها نسبة فقر كبيرة ونسبة جريمة، فأكيد مش هيقعد في الشارع. بس يا ريته كان قاعد في الشارع. المجلس شافوا له مكان بالفعل وطلع عليه. كان بيت كبير مكون من 7 غرف، وكان فيه شباب كتير برضو كانوا زي لوك كده ما عندهمش مكان يقعدوا فيه، وكانوا قاعدين في البيت ده. ومن ضمن الأشخاص اللي كانوا موجودين في البيت ده شاب اسمه جيمس دامبي وكان عنده 27 سنة، وشاب تاني اسمه توني وعنده 30 سنة. وطبعا كان في كذا حد يعني موجود في البيت، ولكن ملهمش دور معانا في القصة، فخلينا نركز على الاتنين دول دلوقتي. نيجي بقى لتوني أوتول اللي عنده 30 سنة. بالرغم من إنه يبان قوي، ولكنه كان جبان جدا وما كانش بيعرف ياخد قرار لوحده، وكان دايما بيمشي ورا أي حد. أما بقى جيمس دامبي فكان معروف عنه إنه قوي وقلبه ميت وما بيخافش من حد، وكان ميال جدا للجريمة، ولما كان بيعمل غلط كان بيتباهى بيه. وبالرغم من كده الاتنين رحبوا بيه جدا وعرفوه الأوضة اللي هو هيقعد فيها. والأوضة اللي كان لوك هيقعد فيها كانت في الدور اللي فوق، لأن زي ما قلنا البيت كان مكون من 7 غرف. 5 غرف كانوا في الدور الأرضي، والغرفتين الباقيين كانوا في الدور الأول. ولوك الأوضة بتاعته كانت في الدور اللي فوق. المهم لوك طلع على الدور اللي فوق ودخل الأوضة اللي هو هيبات فيها علشان يرتاح. ومن هنا بقى بدأت كل حاجة. البيت اللي كان قدام بيت الشباب دول كانت ساكنة فيه بنت اسمها إيما هول. إيما هول كانت واقفة في الأوضة بتاعتها عادي، ولمحت من الشباك بتاعها لوك وهو واقف في الأوضة. أول ما شافته اتجننت ونزلت بسرعة من بيتها وراحت على بيت الشباب دول وفضلت تخبط. هي كانت متعودة يعني إن هي بتروح وبتقعد مع الشباب دول عادي. وبالمناسبة إيما هول دي كان عندها 21 سنة. المهم فتحوا لها ودخلت وهي عمالة تزعق وتهلل ومحدش فاهم أي حاجة، لحد ما قالت
ان لوك اغتصبها. الكلام ده كان من فتره، وانها رفعت عليه قضيه وما عرفتش تاخد معاه لا حق ولا باطل، وهي جايه هنا بقى النهارده علشان تاخد حقها منه. وقالت بصوت عالي I am going to kill him، انا اللي هقتله. الشباب طبعا سخنوا، ازاي انت اللي هتقتليه واحنا موجودين؟ جيمس طلع على الدور اللي فوق ودخل الاوضه بتاعت لوك وواجهه بالكلام ده، وطبعا لوك انكر وقال ان الكلام ده كله غير صحيح. جيمس طلع الموبايل بتاعه وصوره صوره وهو قاعد، ونزل تاني للدور اللي تحت وورى قيمة الصورة علشان يتأكد إذا كان ده هو فعلا ولا لأ. ولما قيمة أكدت إن هو ده فعلا الشخص اللي هي قصداه، طلعوا الثلاثة على فوق، جيمس دامبي وتوني أوتل وإيما هول. دخلوا الأوضة وفضلوا يعتدوا عليه بالضرب. مش هتصدق، فضلوا يعتدوا عليه بالضرب قد إيه؟ 2 ساعة متواصلين، لحد ما خلاص قرروا إنهم يخلصوا منه. إيما نزلت من البيت وراحت جابت عربية ورجعت تاني بسرعة، وخدوه هما الثلاثة واتحركوا بيه. راحوا بيه على منطقة اسمها الترعة، منطقة كده فيها زرع وفيها بركة صغيرة مليانة مية. رموه على الأرض في المكان ده وفضلوا برضه يضربوا فيه. ولوك وقتها كان خلاص مش قادر إن هو يقاوم ولا يعمل أي حاجة. الكل كان مستغرب من اللي بيعمله جيمس دامبي، كان بيضرب في لوك وهو عمال يضحك بشكل هستيري. وفي الآخر بقى إيه اللي تم؟ جيمس كان موقع لوك على الأرض وعمال يضربه برجليه في راسه أكتر من 20 ضربة لحد ما لوك راسه انفجرت. وده على حسب وصفهم هم وعلى حسب برضه وصف الطب الشرعي. وبعدها دفنوه في نفس المكان وركبوا العربية ورجعوا تاني البيت ولا كأن أي حاجة حصلت. إيما وتوني كانوا مستغربين من اللي جيمس عمله، والمصيبة إنه عمال يتباهى باللي عمله، يقول أنا اللي قتلته كأنه عمل إنجاز. والمصيبة الأكبر بقى لما جيمس قال لهم على اللي في دماغه. قال لهم احنا تاني يوم هنروح نفس المكان ونطلع الجثة ونقطع صوابعها كلها ونخلع سنانها. طب ليه يا عم هنعمل كده؟ علشان محدش يتعرف عليها، لان زي ما قلنا المنطقة دي كان فيها نسبة جريمة، فطبعا الموضوع ده ما كانش جديد عليهم، كانوا بيشوفوا القتل والكلام ده عادي، فكانوا عارفين الطب الشرعي ازاي بيفحص الجثة وازاي بيتعرف عليها. فهم كانوا عايزين يمحوا حاجة زي كده، او مش هم كلهم بالتحديد، يعني جيمس دامبي هو اللي كان عايز يعمل كده. وهنا بقى إيما خافت وعملت حاجة غريبة جدا، مسكت الموبايل بتاعها واتصلت بالشرطة وبلغتهم على اللي حصل وعلى اللي لسه هيحصل. وطبعا لما الشرطة راحت على المكان واكتشفوا فعلا ان كلام إيما صحيح، انهم لقوا الجثة في المكان اللي قالت عليه، وبعدها بشوية لقوا الثلاثة جايين عليهم، قبضوا عليهم وطلعوا بيهم على اسم الشرطة. طيب نيجي بقى لاعترافاتهم في الاسم. جيمس دامبي قال انه عمل كده وقتل لوك بالطريقه الفظيعه دي لانه اغتصب إيما وان هو كان بياخد حقها. توني قال انه عمل كده عشان كان خايف من جيمس. اما بقى إيما، الكلام اللي هي قالته غير القضيه كلها. إيما قالت ان كل اللي حصل ده اصلا كان من دماغها هي وما كانش صحيح. الله، يعني ايه؟ يعني كل ده كان مش حقيقي؟ خليني اعرفك. إيما كان عندها واحده صاحبتها دي من فترة كبيرة اتهمت لوك ان هو اعتدى عليها ورفعت عليه قضية، ولكن الشرطة تأكدوا ان الكلام ده غير صحيح وان لوك بريء وان هو ما اعتداش عليها ولا حاجة، فبالتالي ما عرفتش تعمل معاه حاجة. ما تعرفش بقى صاحبتها دي عملت كده ليه، كانت عايزة تأذيه، كانت بتحبه وهو كان رافض. خلينا في المهم، بما ان صاحبتها دي كانت مقربه ليها جدا، فطبعا كانت حكيه لها على اللي حصل، بس كانت مفهماها ان لوك فعلا اعتدى عليها وان هي كلامها صحيح، لحد ما إيما شافت لوك وهو واقف قدامها في بيت الشباب اصدقائها. فهنا قالت بس دي فرصتي وجت لحد عندي علشان اخد حق صاحبتي. علشان كده لما دخلت البيت قالت ان لوك اغتصبها هي مش صاحبتها علشان الشباب يوافقوا يساعدوها، والخطه بتاعتها فعلا نجحت وهم وافقوا يساعدوها، او جيمس اجبرهم على كده لما بدأ هو الاول. يعني في النهايه لوك كان بريء وكان ضحيه، وكل اللي حصل له ده حصل له في يوم واحد، اليوم اللي ساب فيه بيت هانا بناء على بيت جديد كانت بدايه هلاكه. نيجي بقى للحكم عليهم. جيمس دامبي وتوني أوتل وإيما هول الثلاثه اتحكم عليهم بالسجن مدى الحياه. قضيه وجريمه غريبه بجد. من وجهه نظرك مين اكتر حد غلطان في القصه دي؟ وهل الحكم ده مناسب ولا كانوا يستاهلوا حكم اكبر؟ خلونا نناقش ده مع بعض.